حقيقة سحر مؤمن زكريا اللاعب الخلوق المحترم. مؤمن زكريا هنشوف النهاردة ازاي كانت رؤية منامية وراء كشف مكان السحر بتاع مؤمن زكريا. سبحان الله العظيم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله سبحانه وتعالى يأذن بحدوث الضر، والله سبحانه وتعالى يأذن بحدوث كشف الضر. الرؤية ما شافهاش مؤمن زكريا، ده حد تاني خالص هو اللي شافها. سبحان الله، زي ما يكون ربنا سخر ناس تانية انها تكشف له هو مكان السحر بتاعه، وان شاء الله يكون ربنا سبحانه وتعالى يريد لمؤمن زكريا الشفاء ويهيئ له الاسباب ان اصلا مكان السحر ده يتعرف ويبطل السحر بتاعه. وان شاء الله تكون مرحلة قوية جدا في شفاء مؤمن زكريا. انا اصلا ترابي، خالي قالت ان خالي اللي هو الترابي ده ما تاخد صباره تزرعها لخالك. انا بقالي كام يوم بحلم بيه عشان يحط الصباره، لقى كيس اسود فيه اعمال، لقينا في العمل ده كان حوش مين؟ الكابتن مجدي عبد الغني. التربه بتاعت خالي يعني الحوش ده جنب ده، لينا حد قريبنا يعني تبقى مصطفى ده ابن خالة مرات مؤمن من عندنا اصلا من التونسي. اتصل بيه وقال له احنا لقينا الحوار ده مش عارفه الحد او الاثنين ادعك فيها جامد، ولا حاجه في الصوره طلعت، واللون الاحمر موجود زي ما هو منزله. اتاري الامام كله عرف. اقسم بالله احنا ما نزلنا حاجه، احنا معانا فيديوهات تطلع لنا ترندات، وقلنا احنا عمرنا ما نعمل كده. هم قرايب مرات مؤمن شافوا الحاجه، راح قالوا ايه طب بالله عليكم ما تقولوش لحد وكده لحد ما نتواصل مع مؤمن. فما في ساعتين لقينا مرات مؤمن بتكلمنا وانتوا فين بالظبط وكده. الكلام ده كان يوم الاثنين، فات الثلاث مؤمن زكريا جالنا يوم الاربع هو وباباه واثنين شيوخ. والسؤال المتداول دلوقتي هو ممكن السحر يسبب المرض بالشكل ده؟ انا عايزه اقول لحضراتكم السحر بيسبب الامراض البدنيه، بيسبب الاورام السرطانيه، بيسبب الأمراض المناعية، بيسبب الأمراض النادرة والعياذ بالله. السحر بيدخل في الدم ويدمر الإنسان تدمير. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه بيعطينا رؤى منامية. الرؤى دي بنفهم منها إن حد بيمكر بينا أو بيعمل لنا فعلا السحر، أو أحيانا أعرف من الرؤية إن تم عقد السحر لي، وإن المفروض أبدأ أتعالج بالرقية الشرعية وآخد بالأسباب. اتكلمت كتير قوي في القناة دي عن رموز تدل على الأسحار والشفاء من الأسحار، وإزاي أعرف إن أنا مسحور. حاجات كتيرة قوي اتكلمنا عنها. اللي مفرحني النهاردة ان رؤية اتشافت له هي كانت السبب انه الحمد لله يعرف مكان الاسحار. وياما ناس بتتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله وتدعيه من كل قلبها، او حد تاني يدعي له، وربما دعوات الناس دي كانت وراء كشف المكان ده. وربك لما يريد يهيئ لينا الاسباب حتى لو مش بايدينا، حتى لو مش هو اللي لقاه. وده بيكون مرحلة علاجية قوية جدا ان الشخص يلاقي السحر بتاعه. وارجع واقول انك ممكن تكون بتعمل رقية شرعية، بتقول القرآن وبتلجأ لله سبحانه وتعالى، وربنا يفتت لك ويدمر لك السحر ده حتى لو في مكانه، حتى لو كان في اعماق البحار، وحتى لو فوق الاشجار. ربنا سبحانه وتعالى لما بيريد بيهيئ الاسباب وبيأذن بالشفاء، وان شاء الله يكون اذن بالشفاء لمؤمن زكريا. اول لما تروح للاطباء ويبدا الاطباء يقولوا الحاله دي نادره، الحاله دي ما شفناش قبل كده، ده مرض مناعي، ده الجسم بيهاجم نفسه، ده الجسم تحول الى جيش مضاد لذاته، وان الاطباء يقولوا المرض ده ملوش علاج والمرض ده مزمن والمرض ده كذا، لازم تاخد بالاسباب الروحانيه وتبدا تدور هل في حسد شديد، هل في عين. طب ما ابدا اعمل الرقيه، ومين فينا مش محسود، مين فينا ما حصلوش عين؟ فيها ايه لما نبدا نعمل الرقيه من وقت للتاني بحيث ان انت تبعد الاذى عن جسمك؟ لان السحر بيكون سجن كبير للمسحور. ان الساحر بيبقى عايزك تفضل سجين في المرض، سجين في الفراش، سجين انك دايما رايح جاي من عند الدكاتره والاطباء، ما فيش اي حاجه جديده، ما فيش غير انك بس بتتعب. الناس المسحوره بتعاني من الهم ومن المشاكل، من ضيق في الارزاق وسوء التوفيق دايما معاها. الناس كلها تبقى ماشيه والدنيا ماشيه وفي تحسن، وهم سبحان الله دايما الدنيا كل شويه مشكله جديده وحاجه جديده، وده يحصل وتلاقي الحياه مش ماشيه معاهم. ناهيك بقى عن تدمير الجمال للفتيات وتعطيل جوازهم ومنين ما نيجي نتكلم في الموضوع ده يقول لك احنا في القرن الكام، انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ ده السحر زاد السنوات السابقه، اعتقد اكتر من سنين كتيره قوي فاتت. وده بيرجع طبعا لقله الايمان وضعف الدين
كتر الحقد والكره في القلوب بيبقى عايز يدمرك حتى لو هيخسر دينه. فدايما علينا احنا كمسلمين الاذكار اليوميه الصباحيه والمسائيه اللي ناس كتيره جدا بننساها، التحصين اليومي، دايما في قرآن، دايما في ورد، تاج الذكر دايما معانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما نقولها 100 مرة في اليوم دي حرز من الشيطان. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حرز نبوي، لازم ناخد دايما بالأسباب، نبقى محافظين على جسمنا كله من الاختراق أو من الإصابة أو إن يحصل فينا حاجة زي كده. أبشر يا مؤمن يا زكريا، إن شاء الله إن شاء الله. يعني ياما سمعت عن قصص وياما شفت ناس بعيني بتقوم مرة واحدة، بتخف مرة واحدة. وعايزة احكي لكم على قصة حصلت معايا لواحدة اصابتها العين الشديدة جدا، وكانت من اعجب القصص اللي حصلت معايا. حكيت لي رؤية منامية وفسرتها لها وقلت لها اللي ظهرت معاكي في الرؤية دي اصابتك بالعين وعليكي انك تغتسلي من اثرها، تمام؟ فبعدين خلاص خلصنا الرؤية والتفسير. رجعت بعد فترة قالت لي أستاذة نهال أنا بقيت باكل. فقلت لها ايه بتاكلي؟ يبقى كلنا بناكل. استغربت يعني. فقالت لي لا أنا ما كنتش باكل، أنا كان عندي قرحة في المعدة ولفيت مصر في كل المحافظات ان انا اتعالج ابدا. بقالي 4 سنين مش عارفه اكل، و4 سنين لازم اخد كميه علاج فظيعه جدا عشان اكل. بتقولي انا خدت اللي انتي قلتيه واغتسلت من اثارها، مع اني ما كنتش بصراحه مصدقه او يعني مش مقتنعه ايه اللي اغتسل والكلام ده. بتقولي والله خرجت من الحمام ومن الاغتسال خفيت وكلت، وقلت لازم افرحك، وبطلت كمان 80% من الأدوية اللي عندي، والألم اللي عندي راح بنسبة كبيرة جدا جدا، فاضل حاجة بسيطة. فقالت لي أنا كنت والدة وزوجي كان جايب لي أكل كتير وحطه قدامي، فدخلت عليا واحدة وقالت إيه ده، هو كل ده أكل جايبه لها، هي هتاكل كل ده؟ ومن ساعتها ما بقتش باكل لمدة 4 سنين. فالأخذ بالأسباب في المواضيع دي، هي أخدت أدوية، لفت على الدكاترة، خدت بالأسباب كل حاجة، طالما ما بتخفش تعرف ان في حاجة روحانية، في سبب. وسبحان الله ربنا ارسل لها رؤية منامية وفسرتها لها بفضل الله وخفت. وكم من القصص الكتيرة جدا اللي بتحصل معايا يوميا الحمد لله بفضل الله. ان شاء الله يا مؤمن يا زكريا هتخف، وان شاء الله ممكن يعني هتلاقي جسمك راح منه آلام كتيرة جدا، وبإذن الله بإذن الله ترجع وتلعب، وربنا يوفقك في حياتك ويبعد عنك شر المؤذيين، اللهم امين. شكرا لكم على متابعتي، كانت معكم نهال مجدي مفسرة الرؤى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.